السلام عليكم. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده هو موضوع مهم جدا وبيمس كل بيت. موضوع تضخم اللحمية في الأطفال. اللحمية هي عبارة عن جزء من الجهاز المناعي اللي موجود خلف الأنف. مشكلتها ان هي لما بتتضخم بتعمل الاعراض دي اللي بتخلينا نكشف ونكتشف وجود اللحميه عند الطفل او لا. اولا زي ما احنا شايفين في الصوره ان مكان اللحميه خلف الانف بيخليها لما بتتضخم بتعمل الاعراض دي بتتمثل في ان الطفل بينام بالليل بيشخر وهو نايم، بينام فاتح بقه، مناخيره مرشحه طول الوقت، وفي افرازات من الانف دايما باستمرار، حتى مع استخدام البخاخات والمؤط وادويه البرد اوقات الافرازات دي ما بتوقفش. الطفل اوقات بينام بالليل بيصحى مفزوع، مش قادر ياخد نفسه، يصحى بينهج. اوقات الطفل ده بيعمل حمام على نفسه وهو نايم. اللحميه اوقات بتعمل التهابات متكرره في الاذن الوسطى، ممكن توصل كمان ان هي تعمل ضعف سمع بسبب ان هي بتعمل ارتشاح خلف الطبله. اوقات تاكل في الاسنان وتخلي الطفل اسنانه طالعه راكبه على بعضيها. عشان كده لما يروح لدكتور الاسنان عشان يصلح اسنانه، دكتور الاسنان بيرجعه لدكتور انف واذن عشان يشيل اللحميه الاول ويتعامل لو هيعمل تقويم او هيعمل اي اجراء يصلح بيه المشاكل اللي موجوده في الاسنان. هنتكلم في الفيديوهات اللي جايه هل اللحميه بتعمل مشاكل في الاذن، وهل اللحميه بتعمل اي مضاعفات على المدى الطويل، وهل اللحميه علاجها الاساسي دوائي او ادويه او نقط او بخاخات، او اللحميه علاجها عمليه. طب لو هنعمل العمليه نعملها ازاي؟ الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديوهات اللي جايه.